ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ميعاد الجزء الثاني لسبايدي من السلسله الاولى ليه، ويلا بينا نبدا على طول. بيخلص الجزء اللي فات على ان ام جي اعترفت لبيتر انها بتحبه جدا، وانها لما كانت هتموت على الجسر محدش انقذها غيره، بس بيتر بيقول لها انه مش هينفع هو يكون حبيب ليها ويفضل معاها علشان هي هتتاذي بسببه. وبيكون بيتر شغال عامل بيتزا مؤقت لحد ما يشتغل في مهنه التصوير اللي بيحبها. وبنعرف برضو ان ام جي اشتغلت ممثله. وبنرجع لحظه كده لابننا بيتر اللي بيبقى على طول يا جماعه بيوصل البيتزا للزباين متاخر، اللي بيرفضوا احيانا انهم يدفعوا ثمن البيتزا اصلا، وبيخلي المطعم يخسر كتير. بس صاحب المحل بيدي فرصه لبيتر، وهو اوردر باقي على الميعاد بتاعه 8 دقايق، ولو ما وصلهوش قبل 8 دقايق ما يخلصوا هيطردوا من المطعم. وبيتر بيفضل يجري بالبيتزا لحد ما بيعرف انه هيتاخر جامد لو فضل مستني الزحمه دي تخلص، فبيقرر انه يوصل البيتزا بالطريقه السريه بتاعته هي سبايدر مان. وفي الطريق كده هو ماشي بينقذ له طفلين كده على الماشي، فبيتاخر عن النص ساعه المحدده للتوصيل، والزبونه بتاخد منه البيتزا بس من غير ما تدفع له ثمنها. وصاحب المطعم برضه بيطرد بيتر من الشغل، وحتى انكل جيمسون يا جماعه مدير جريده التصوير ما بيرضاش ياخد من بيتر صور غير صور سبايدر مان، فبيضطر بيتر انه يديله صور سبايدي علشان يديله فلوس. وجيمسون بيطلب من الموظفين انهم يشوهوا سمعه سبايدر مان كالعاده قدام الناس. وبيفضل بيتر يروح كليته كل يوم متاخر عليها ومتاخر على المحاضرات بتاعته، والدكتور بتاعه بيقول له انه يكمل البحث بتاعه بسرعه، والبحث بيبقى عن عالم التقنيه اوتو اوكتافيوس. وبالليل بيرجع بيتر لبيته وبيبقى ناسي ان النهارده عيد ميلاده، وبيلاقي اصحابه وعمته ماري مستنيينه عشان يحتفلوا بعيد ميلاده. وبنعرف وقتها ان هاري بيبقى بيدير شركه ابوه من بعد ما توفى الله يرحمه يعني، وبيقول له هاري ان ممكن يعرفه على دكتور اوكتافيوس بنفسه لانه بيمولوا المشاريع بتاعتهم في شركتهم. بس هاري بيطلب من بيتر انه يعرفه مكان سبايدر مان بما ان هو عارف مكانه، وبيصوره على طول لان هاري بيبقى لسه فاكر ان سبايدي يا جماعه هو اللي قتل ابوه، فعشان كده عاوز يعرف مكانه عشان ينتقم منه. وفي نفس اليوم بالليل خالص بيقابل بيتر ام جي بره البيت، وبتقول له انها ارتبطت بشخص تاني اسمه جون، بس من جواها بتبقى لسه بتحب بيتر، اللي بيوعدها انه هيحضر المسرحيه بتاعتها بكره. وصاحب البيت اللي بيتر ساكن فيه بيقابله وبيهدده انه لو ما دفعش الفلوس اللي عليه هيطرده بره البيت. وتاني يوم بيروح بيتر مع هاري عشان يعرفه على بروفيسور اوكتافيوس علشان يساعده في الابحاث بتاعته، وبيقعدوا يتكلموا شويه كده عن شويه حاجات احنا ملناش دعوه بيها طبعا. وبيعجب دكتور اوكتافيوس ببيتر جدا لما بيلاقيه ان هو شاطر جدا وذكي. وبعدها بيروح بيتر يتشيك كده عشان يروح يحضر مسرحيه ام جي، بس هو رايح في السكه بيلاقي مطارده ما بين الشرطه ومجرم كده حرامي عمال يتجول كده ومجري الشرطه كلها وراه، فبيتحول لوضع سبايدر مان وبيتمرجح كده وبيساعد الشرطه. وبتبقى ماري في نص المسرحيه عماله تبص على الجمهور يمكن تشوف بيتر ولا حاجه، وبتبقى محبطه جدا وزعلانه انه لسه ما جايش. بس بيتر فعلا بيكون جه، بس الراجل اللي واقف على البوابه بيبقى راجل غتت كده ما بيرضاش يدخله، فبيقعد بيتر بره المسرح يستناه، ولما بتخرج بيشوفها واقفه مع اللي هي مرتبطه بيه بقى ومشيت معاه، فبيمشي بيتر وبيتحول لسبايدي وبيعمل هوايته المفضله وهي المرجحه، وبيفضل يتشقلب شمال ويمين بس فجاه بيقع لان الشباك بتاعته ما بتطلعش من ايده. وتاني يوم بيحاول بيتر يتصل بستك ام جي عيال عشان يعتذر لها، وبيقعد يبرر لها وكده وهي بتسمع رسالته بس ما بتردش عليه. فبيروح بيتر بعد كده لعمك اوكتافيوس اللي بيبقى بيستعرض بقى الدراعات بتاعته اللي بتتوصل في العمود الفقري كده بحاجات غريبه وبيقدر يتحكم بيها عادي. واول ما بيبدا يشغل الاختراع بتاعه فجاه مصدر الطاقه بيشتغل زي المغناطيس وبيبدا يسحب كل المعادن ناحيته لحد ما المكان كله بيتدغدغ فوق دماغتهم. ومرات بروفيسور اوكتافيوس بتتوفى هي كمان، وبيبقى هاري هيتاذي بس بيتر بيتحول فجاه لسبايدر مان وبينقذه، ما يبقى صاحبه بقى يا جماعه هنعمل ايه يعني. وبتبقى في شريحه في الدراعات اللي مركبها بروفيسور اوكتافيوس بتخليه هو اللي يتحكم في الدراعات دي، مش الدراعات هي اللي تتحكم فيه، بس الشريحه دي اثناء الدمار اتكسرت وبينقلوا بروفيسور اوكتافيوس للمستشفى، وقبل ما يفك الدراعات دي بتتحرك لوحدها وبتهاجم الكل. وتاني يوم بقى في الصحافه جيمس بيسمي بروفيسور اوكتافيوس بروفيسور اوكتوبوس، ومن ناحيه تانية بيروح بروفيسور اوكتوبوس لمكان كده وبتبقى الدراعات سيطرت عليه بشكل كامل، وبيروح لمكان بعيد عشان يعمل مختبر لنفسه. وبيبقى في الوقت ده بيتر قاعد في البنك مع عمته عشان ياخدوا كارد، يا عيني الدنيا بايظه برضه مزنقه شويتين يا جماعه زقوا الدنيا. فالمهم يعني الكارد بيترفض، وشوفوا والله العظيم في نفس الوقت بيوصل الحاج اوكتوبوس رايح برضه يسرق نفس البنك اللي بيتر وعمته بيكونوا فيه، فبيحاول الراجل الغلبان ده يا عيني يسرق فلوس كتير عشان يعمل اختراعاته اللي ما بتخلصش دي. فبيظهر سبايدي وبتكون قوته بتضعف اكتر واكتر وما بيعرفش يواجه اوكتوبوس كويس ساعتها. المهم بتحصل بينهم مواجهه عنيفه بتنتهي يا شباب بهزيمه عموكو اوكتوبوس لما الحاجه ماي عمه الواد بيتر بتقوم رازعه اوكتوبوس بعصايه العواجيز ورشقها في عينه. بصراحه عاش يا تيتا ماي، والله عاش شابوه بجد. وبعدها بيبقى بيتر في مؤتمر كده كمصور للجريده، وبيكون موجود هناك برضو الواد هاري صاحب شركه اوزبون، وام جي بصفتها طبعا ممثله قد الدنيا وبتظهر مع اللي بتكون مرتبطه بيه الخاينه. وبعدها بيطلع بيتر يتكلم مع ام جي وبيعتذر لها انه معرفش يدخل مسرحيتها اليوم ده
فبتقول له ان كل اللي هي تعرفهم جم عشان يتفرجوا على مسرحيتها، بس ما عدا هو الوحيد اللي ما جاش، وبتسيبه وبتمشي. وبيدخل بيتر وبيبقى هاري متعصب عليه جدا، وبيقول له انه مش صاحب جدع عشان خطف منه MG، وان هو وافي بس للشخص اللي قتل ابوه، وبيلطش له القلمين كده وبيسيبه وبيقوم ماشي. وبتقدم MG حبيبها الجديد للناس، وبيبقى بيتر واقف وهو مصدوم جدا. وبالليل بيفضل يتمرجح شمال ويمين في المدينه، وبيعرف ان الشباك بتاعته ما بتخرجش زي الاول، وكمان نظره رجع ضعيف تاني زي الاول، وبيفقد القوه بتاعته. ومن ناحيه تانية بقى بيبقى عمكو اوكتوبوس عيال بيبقى قاعد كده بيظبط اختراعاته من تاني. فبيقعد بيتر كده لوحده يفكر ويقول هو انا بيحصل لي كل ده ليه يعني كل ده بسبب البدله المعفنه دي. فبيقعد بقى يقول لنفسه ايه، انا ما كانش المفروض ابقى سبايدر مان اصلا. فبيقوم قايم كده من مكانه اخد البدله ويقوم ملقحها في الزباله. وبيقرر بعد كده انه هيرجع تاني لحياته شاب طبيعي سنجل ومتفوق في دراسته. فبيلبس نضارته تاني بما ان نظره رجع ضعيف من تاني، وبترجع بقى حياته تتظبط في الجامعه، ورجع شاطر وراجل محترم ومتفوق، وبيروح يتفرج على مسرحيه MG كمان. فلما بتشوفه قاعد في نص الجمهور بتفرح بيه جدا، وبيعزمها بعدها في مطعم، بس هي بتقول له سوري يا بيبي والله هتجوز قريب، هبقى اعزمك على فرحي، وما ينفعش يا ابني ان احنا نفضل رايحين جايين كده سوا مع بعض، ما يصحش برضو كده. وبعد كده يا جماعه في ناس بتلاقي البدله بتاعت سبايدي وبيودوها للصحافه عند الحاج جيمس، وبينتشر ساعتها خبر في الجرايد ان سبايدي اختفى. وفي مره ابننا بيتر ماشي في الشارع بيشوف 2 ماسكين واحد يا عيني نازلين فيه ضرب وطحن، وبيبقى متضايق جدا لانه مش عارف يساعده، وبيروح مع عمته ماري يزور قبر عمه. ولما بيروحوا بيقعد مع عمته بيحكي لها كل حاجه عن حقيقه موت عمه، وان هو يوميها ما راحش المكتب ولا حاجه، بالعكس ده راح حلبة مصارعه عشان يكسب ويجيب عربيه، وخر لها بقى بكل المصايب اللي عملها، وان بسببه عمه اتقتل ازاي وكده. وبتبقى عمته قاعده بتسمعه وهي مصدومه جدا من كلامه. وبعد كده يا شباب بنروح بعد كده لبيت هاري اللي بيهاجمه عمكو اوكتوبوس عشان يخليه يجيب له مواد معينه كده يستخدمها في اختراعاته. فهاري بيشوف ان دي فرصته، فبيقول لاوكتوبوس بص يا باشا انا هجيب لك كل اللي انت عاوزه لو قلت لي سبايدر مان فين. فاوكتوبوس بيوافق على العرض دوت. فبيقول له هاري انه يروح لبيتر باركر عشان هو اللي بيصور سبايدر مان، وهو ده الطرف الوحيد اللي هيوصلك ليه. وخلال ما بيكون بيتر بيتصرمح كده في الشوارع بيشوف حريق في بيت، فبيأنبه ضميره جدا، فبيدخل ينقذ طفل يا جماعه من جوه. بعد كده بيطلع، وبتوصل بعد كده رساله لبيتر من عمته بتقول له انها هتعزل لبيت اصغر من ده عشان معهوش فلوس، والله الحاله زي الزفت خالص. وبتكلمه في الموضوع اللي اعترف لها بيه، فبتقول له انها فخوره بيه جدا، وان هو ملوش اي ذنب في اي حاجه حصلت، وانها برضه بتحبه مهما حصل وهتفضل تحبه. وبيروح بيتر في نفس اليوم وبيقرر يجرب قدراته الخارقه من تاني، يمكن تشتغل بقى ونخلص. فبينط من فوق مبنى اللهبل وبيحاول يطلع شباك من ايده، بس مفيش حاجه بتطلع، فبيقع زي اللهبل على وشه على الارض. وتاني يوم بتطلب MG انها تقابل بيتر، وبتقول انها عرفت انه اتغير. فبتساله بقى وبتقول هو انت بتحبني يا عم ولا لا من الاخر. فبيقول لها بيتر انه مش بيحبها. فبتقول له MG طب معلش يا اخويا والنبي ممكن تبوسني كده عشان اتاكد انك ما بتحبنيش زياده. وقبل ما بتبوسه بيحس بيتر بخطر، فبتتحدف عليهم عربيه فجاه من حيث لا تدري. فبيجوزها بيتر وبيدخل اوكتوبوس بقى وبيقول لبيتر انه يروح يقول لسبايدر مان انه محتاجه في حوار كده، ولو ما عرفوش مكان سبايدر مان فين هيموت له البت MG بتاعته. وبيخطفها اوكتوبوس. فبيتعصب بيتر جدا، وبيلاحظ بيتر ان هو رجع يشوف من غير نضارته احسن بكتير، وانه قدراته الخارقه رجعت له من تاني. فبيروح بيتر وبياخد بدلته من الصحافه وبيرجع سبايدر مان من تاني بقى. فبيروح لعمكو اوكتوبوس ويفضلوا يطحنوا في بعض على القطر. فبيفضل اوكتوبوس يحدف في الناس من فوق القطر عشان بيتر ينقذهم بقى وكده. فبيكسر المحرك بتاع القطر وبيشغله على اقصى سرعه، فكان لازم يوقف القطر باقصى سرعه عشان لو القطر ما وقفش كلهم هيموتوا. وبيحاول بيتر يوقف القطر باقصى جهده لغايه ما فعلا بيوقفه على اخر لحظه من بعد ما بيكون خلاص مش قادر وبيغمى عليه. فالناس بتشيله بالراحه لجوه القطر وبيبقى وشه خلاص كده ظهر. فالناس بتديله الماسك بتاعه وبيعرفوه انه يعتبرهم ما شافوش اي حاجه، يعني ولا كاننا شفنا حاجه يا عم. وبيجي اوكتوبوس من تاني، بس الناس المره دي بتدافع عن بيتر، فبيجلبهم كده على جنب اللي هو وسع عم كده انت وهو خلينا ناخد الراجل ده. وبياخد بيتر وبيخطفه وبيهرب، لان بيتر ما بيكونش قادر يقف اصلا على رجله من كتر التعب والارهاق. وبياخدوا اوكتوبوس وبيسلموا لهاري، فبيديله هاري المواد اللي هو كان محتاجها وبيسيبهم اوكتوبوس وبيمشي بقى اللي هو ولعوا في بعض بقى يا عم انا مالي. وبيمسك هاري السكين عشان يقتل سبايدر مان، بس لما بيجي يشيل القناع الاول من عليه بيتصدم ان سبايدر مان هو بيتر صاحبه. فبيفك بيتر نفسه، ومن ناحيه تانية بيقدر بيتر انه يعرف مكان المختبر بتاع اوكتوبوس. وبتحصل خناقه كبيره ما بينهم، وبيحصل اللي حصل تاني، والاله بتعمل حقل مغناطيسي وبتبدا تشد كل حاجه ناحيتها. وقبل ما الاله تسحب MG بينقذها بيتر
بيتر على اخر لحظه، وقبل ما اوكتوبوس يموت بيتر بيقدر ان هو يدمر الدراعات بتاعته، فبيفوق لنفسه كده وبيصحصح وبيكون عاوز يصلح اللي بوظه بقى، وبتشوف ام جي وش بيتر وبتعرف ان هو سبايدر مان وبتتاكد من ده. وعمكم اوكتوبوس بقى يا عيال بيقدر يوقف الآلة وبيضحي بنفسه في مشهد مؤثر جدا خلى الدمع بصراحه تفر من عيني وانا بتفرج. المهم قبل ما يقع سور المختبر على ستنا ام جي بينقذها بيتر تاني وبيقول لها احنا لو متنا دلوقتي فانا فعلا بحبك يا بنتي يا جوجو. ومن ناحيه تانية بيبقى عمكم هاري قاعد في بيته عماله تجيله هلاوس كده وبيتخيل ابوه بيشوف نفسه في صوره ابوه في المرايه، ولما بيحدف المرايه دي بحاجه وبتتكسر بيشوف ورا المرايه دي المختبر بتاع ابوه واللي بيبقى فيه البدله وكل الاسلحه بتاعته والمصل بتاع جرين جوبلin. وبعد كده المفروض ان جه وقت حفله جواز ام جي على الواد جون، بس ازاي يعني بتسيب الفرح كله ستكو ام جي وبتهرب مع ابننا بيتر وبتروح له بتقوله انها بتحبه وانها عاوزه تكمل حياتها معاه. ومن هنا يا حبايبي احب اقول لكم انه خلص فيلمنا على كده، وانتظروني في الجزء اللي جاي وهي تكمله القصه بتاعتنا. لو عجبكم لايك واشتراك لطيف وفعلوا زر الجرس، واشوفكم القصه الجايه. سلام.